حضر عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأفراد الطاقم التقني حفل الاستقبال الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بمدينة المضيق. كما استقبل جلالته على هامش الحفل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. ويأتي هذا الاستقبال في سياق المكانة المتنامية التي بات يحتلها المغرب على الساحة الرياضية الدولية، وخاصة عقب النجاحات التي حققها المغرب واستعداده لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية الكبرى. ريبورتاج محمد أبو بكر وعبد العلي مكاوي وعبد الرحيم أبو حديوي. في مناسبة تتجدد فيها أواصر الوفاء بين العرش والشعب بساحة عمالة المضيق المضيق، جلالة الملك محمد السادس يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، استقبال يعكس المكانة التي باتت تتبوأها المملكة داخل منظومة كرة القدم العالمية، شاركا في صناعة مستقبل كرة القدم ووجهة لأكبر تظاهراتها. Aujourd'hui, c'est un véritable honneur et un grand plaisir d'être. يشرفني ويسعدني كثيرا أن أكون اليوم حاضرا في احتفالات عيد العرش احتفاء بالمملكة المغربية، هذا البلد العظيم، وبجلالة الملك محمد السادس وبالشعب المغربي الكريم. فكلما وطأت قدمي أرض المغرب أشعر بأنني بين أهلي وفي وطني. Au Maroc, je suis chez moi. Je suis à la maison. On est vraiment très fiers aussi parce qu'on sait qu'on a rendu beaucoup de. أشعر بفخر كبير لوجودي هنا ومشاركة المغرب فرحة عيد العرش. نعتز دائما بتمثيل هذا البلد ونتقدم بالشكر إلى جلالة الملك على جهوده الكبيرة في خدمة المملكة وتطوير كرة القدم. Pour développer le football. ولأن الإنجاز يجد دائما مكانه في لحظات الوطن الكبرى، كان أسود الأطلس من بين المدعوين في حفل الاستقبال. وجوه صنعت لحظات استثنائية في مونديال 2026 لتجد اليوم مكانها في احتفال وطني عنوانه الاعتراف بالإنجاز. كنبغيو نشكروا سيدنا بور لانفيتاسيون للمناسبة ديال عيد العرش. فوالا حنا فرحانين بزاف. خفية ديال ماروكان، فخورون بانتمائنا إلى المغرب والسعداء بهذا الاحتفال. ديما المغرب. هذا افتخار لنا الدراري، حنا كاملين كمنتخب كشعب نكونوا في هذا النهار الكبير، وعاش الملك وديما المغرب. فرحان باش نكونوا هنا في العيد العرش، وكنشكروا سيدنا والله ينصروا، وكنشوفوا شحال هادشي كبير هادشي في المغرب، وفي البلاصه فين ولد الوالد في تطوان. كتعجب لي الحال بزاف، وحنا فرحانين باش نكونوا هنا. وفي مناسبة تتجدد فيها معاني الوفاء، استقبل جلالة الملك محمد السادس شخصيات طبعت محطات بارزة في تاريخ المملكة وأسهمت في ترسيخ حضور المغرب ومكانته على الساحة الدولية. وضمن سلسلة الريبورتاجات الخاصة بعيد العرش نتوقف اليوم عند النهضة الرياضية التي يشهدها المغرب، والتي تعد تجسيدا عمليا لرؤية ملكية ترتكز على إرساء بنية تحتية بمواصفات عالمية والحكمة المؤسساتية وتحديث منظومة التكوين والعناية بالعنصر البشري والمواهب الشابة. المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الفتاح ممنى. هي ليست صور لمجرد احتفال بإنجاز كروي، بل هي تتويج لرؤية ملكية متبصرة انطلقت منذ 2008 وظهرت ثمارها منذ 2022 وهي مستمرة حتى اليوم. الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية على علته الكثيرة يمكن تلخيصه في إشكالات رئيسية، وهي بإيجاز إعادة النظر في نظام الحكم المعمول بها في تسيير الجامعات والأندية، وملائمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرف هذا القطاع، وكذا مسألة التكوين التأطير ومعضلة التمويل. شكلت هذه الكلمات التوجيهية لرسالة الملكية أثناء المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات بداية خارطة الطريق لرؤية الملكية نحو نهضة رياضية مرت بعديد المراحل لتصبح مهيكلة على أسس صلبة. 2010 افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لتصبح ركيزة في تكوين المواهب. 2022 إنجاز تاريخي ببلوغ المنتخب الوطني نصف نهائي كأس العالم بقطر كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. 2023 اختيار المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030. و2026 مشاركة مشرفة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية. المغرب هو أول مستثمر في الرياضة في إفريقيا باستثناء كأس العالم، يعني حيد كأس العالم والمصاريف كأس العالم يعني الميزانيات اللي خصنا باش تنحضروا بها 2030. بغض النظر على هذوك حنا أول مستثمر، حنا تنستثمروا أكثر من مصر اللي فيها 120 مليون، تنستثمروا أكثر من جنوب إفريقيا اللي فيها 60 مليون ديال البشر، تنستثمروا في الرياضة أكثر من نيجيريا اللي فيها 230 مليون ديال البشر. يعني بمعنى أن الدولة المغربية استوعبت المضامين ديال الرسالة ومشات في واحد الطريق اللي حقيقة ما كاينش دولة إفريقية يمكن لها نقارنوا المغرب بها من ناحية الميزانيات ومن ناحية يعني وضع الهياكل اللي خصها تكون.
تعد أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أحدثت سنة 2009 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2010 إحدى أبرز ثمار الرؤية الملكية للنهوض بالرياضة الوطنية، وقد اعتمدت منذ انطلاقها نموذجا متكاملا يجمع بين التكوين الرياضي والتحصيل الدراسي والتأطير الطبي والنفسية وفق أحدث المعايير الدولية. وأسهمت الأكاديمية في تكوين جيل جديد من اللاعبين الذين عززوا صفوف الأندية والمنتخبات الوطنية، وكان عدد منهم ضمن المنتخب المغربي الذي حقق الإنجاز التاريخي في كأس العالم قطر 2022 وكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 2026. الناس ما عندهمش كيعرفوا العربيه، يلا بالكاد انا كنعرف المغرب كاين في افريقيا ولكن كنعرف موروكو، وهذا بفضل كره القدم بفضل النجوم ديالو، شيء ايجابي جدا اللي نتمناو. انا غادي نشوف هذه الصحوه ونوصلوا دليل بان حنا خرجنا في كارت فينال مقلقين. دول اخرى دارت احتفالات، كاين خرج الدور الاول كاين خرج الدور السادس عشر ولا الثامن، ولكن داروا احتفالات. حنا ما بقيناش كنشوفوا بروسنا صغار ولينا كنلعبوا في مربع الكبار. المغرب اليوم تحظى بواحد الاشاده عالميه بعد التطور الكبير اللي عرفته البنيه التحتيه في هذا المشروع تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. واكيد حتى النتائج ديال هذا المشروع ديال البناء ديال منشات رياضيه لا تقتصر فقط على كره القدم، ولكن كان انعكاس كبير على كره القدم من خلال النتائج المحققه للمنتخبات الوطنيه، ملاعب كذلك مراكز تكوين على اعلى مستوى ساهمت في التطور الكبير اللي عرفته كره القدم الوطنيه والنتائج اللي حققتها المنتخبات الوطنيه لا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القاري. ونفس الشيء بخصوص البناء او تنظيم تظاهرات قاريه وعالميه. المغرب اليوم اكتسب خبره كبيره في تنظيم تظاهرات مثل هذه، وغادي يكون اكبرها اكيد هو كاس العالم 2030. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. كما شفنا الاخوان في هذا الفيديو كيفاش الاستقبال الملكي للاعبين ديال المنتخب الوطني وعده فعاليات اخرى، ومنهم جياني انفانتينو بمناسبه عيد العرش المجيد بمدينه تطوان، اللي صراحه كان واحد الحفل كبير وواحد الحفل اللي مهيب واللي تيليق بالامبراطوريه المغربيه. اخوان ديالي، شفنا التصريحات ديال اللاعبين وكل شيء فرحان، شفنا التصريح ديال الفانتينو وكيفاش تهضر على المغرب وعلى الكره المغربيه وعلى التقدم اللي غادا به الكره المغربيه وعلى الاشعاع اللي ولات عاطيه عبر العالم، وكيفاش ان العالم كله ولا تهضر على المغرب وتهضر على المنتخب المغربي وكيفاش ولات عنده قيمه في العالم. وهذا الشيء الاحصائيات والارقام كلها تتبين هذا الشيء هذا من خلال التصنيف ديال فيفا اللي حنا حاليا سادس العالم ومده، وحنا في التصنيف الاول في العالم دابا حاليا حنا السادس عالميا. شفنا كيفاش ان في جوج النسخ ديال كاس العالم وحده خرجنا من النصف النهائي وحده خرجنا من الربع، يعني نتائج اللي تبارك الله مبهره. وماشي غير المنتخب المغربي للكبار، حتى المنتخبات السنيه حتى هي تبارك الله كيف ما شفنا في الايفان كيفاش كانوا حققوا كاس العالم، الايديسات حتى هما كاس افريقيا، منتخب السيدات حتى هما تيأديو اداء كبير. وكيفاش كنا في النسخه الماضيه ديال كاس العالم مشاو حتى الدور الثاني من كاس العالم في سابقه لا عربيا ولا افريقيا. يعني صراحه المنتخبات المغربيه لا في الفئات ولا في حتى في الفوتسال يعني غادر بواحد الشكل مزيان وبواحد الطريقه اللي مميزه وخلات العالم انه يحترم المغرب وانه يعطي قيمه للمنتخب المغربي. وشفنا من خلال المنتخب المغربي شحال ديال الزوار اللي جاو للمغرب والناس جاو بغاو يعرفوا المغرب وبغاو يكتشفوا الدوله المغربيه. اخوان ديالي، نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنسوناش من شي تشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدنا دائما. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، الى الملتقى باذن الله.